إكستازي 65 يوم، نهار 13. السلام، مرحبا بك في هاد لا فيديو جديدة. إلا كانت هادي أول مرة ليك معايا تابونا في لاشين ورجع الفيديوهات اللي فاتوا باش تفهم كتر. يلا نبداو على بركة الله. نهار 13، الرسالة المكتوبة باليد كيبقى الجمال ديالها أبدي. تنعيشو دابا في واحد العصر ديال التواصل الفوري، تقدروا تكتبوا اي حاجه غير بكليك واحد. واش ما تيبانلكش بلي جا الوقت باش نجربوا شي حاجه اللي كانوا جدودنا تيخدموا بها؟ وي، يمكن الطرق القديمه صعاب لانها كتاخذ بزاف ديال الوقت، ولكن ملي كتكتب واحد الرساله بيدك فهي كتبين داك الجهد اللي درتيه وكتوصل معاه بزاف ديال المشاعر بواحد الطريقه اللي رساله الكترونيه او نص طويل ما يقدرش يعبر عليها بنفس الشكل. الانسان تيقدر الحاجه اكثر من اللي تيعبروا عليها احبابه بخط اليد. هي واحد التجربه ما كاينش في حالها انك تهز ورقه وتقرا داكشي اللي كتبوه لك حبابك بيديهم. وقد ما داتنا لا تكنولوجي بعيد، غتبقى الكتابه باليد ديما عندها واحد الجمال ابدي. الا كنتي ما عمرك جربتي تكتب رساله من قبل، فعلاش اللي ما تجربش اليوم؟ خذ ورقه وستيلو وخوي داكشي اللي مخبي في قلبك بالطريقه التقليديه. جرب كيفاش تعودوا الناس انهم يعبروا على راسهم في العصر الذهبي. وإلا وصلتي معايا حتى لهنا ما تنساش تابونا في لاشين، وإلا عجبك هادشي خلي لي لايك وكومونتير وبارطاجي مع صحابك وتهلا لي فراسكم. نتلاقاو في لا فيديو اللي جايه.